بنرحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج حياتنا ولقائنا المعتاد كل يوم أربع مع موضوعات وفقرات جديدة. أول فقرة النهاردة هنتكلم فيها في شهر رمضان عن الدورات الرمضانية الحقيقة لكرة القدم. طبعا هي ساحرة مستديرة الحقيقة، ليها عشاقها وليها محبيها. عدد كبير جدا بيفضل ان هو يمارس الرياضة ويلعب الرياضة بشكل عام في شهر رمضان وبالأخص كرة القدم. أكيد الدورات الرمضانية بيكون ليها مشتركين، بيكون في كل لعبة ليها صفات يعني معينة وليها سمات معينة، وبالتأكيد زي ما قلنا انه حتى الاشتراك في الدورات دي بيكون في شروط معينة، معايير معينة، اساسيات معينة. موضوع كمان التخسيس للناس اللي بتحب انها في شهر رمضان تخس من خلال اتباع رياضة او نظام معين في الرياضة. كل الموضوعات الجميلة دي هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا النهارده كابتن محمد داغش، حارس مرمى احد الاندية. اهلا بيك معانا ونورنا. اهلا بحضرتك يا فندم، وانا سعيد بوجودي مع حضرتك النهارده. كل سنه وحضرتك طيب، ويعني شاكرين لوجودك معانا النهارده، وهتعرفنا معلومات حلوه جدا كرويه ورياضيه. نبدا معاك ونقول فعلا الدورات الرمضانيه سمه جميله من سمات هذا الشهر. والله انا احب بس اقول لجميع الامه الاسلاميه كل سنه وهم طيبين وشهر كريم عليهم. طبعا الرياضه والدورات الرمضانيه دي بتبقى حاجه الفاكهه اللي بتبقى موجوده دايما، بنحتفل بيها في شهر الكريم شهر رمضان. بيبقى ليها طبعا أهمية كبيرة جدا وفرحة على جميع الفئات السنية، حتى الكبار. فطبعا موضوع الدورات الرمضانية دي بتبقى استفادة كويسة جدا قوي، بتحسن طبعا الأهمية الكبيرة قوي للدورة المعنية، أو بتفيدنا دايما في صيامنا، بتحسن طبعا من المناعة بتاعتنا، ودي بيبقى شيء اساسي بيتعمل في فتره الصيام بتاعتنا. زي ما حضرتك قلت انه الدورات الرمضانيه بالذات كره القدم يعني هي دي اللي دايما بتاخد قلوب وعشاق، يعني عدد كبير وناس كتير جدا، صغار بيحبوها كبار بيحبوها، هي دي اللي اكتر تنظيما في شهر رمضان، صح؟ والله بصي، الرياضه عامه كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى، طبعا كل الناس بتحبها. طبعا بتبقى مسليه جدا قوي في الشهر رمضان. حضرتك عارفه طول اليوم بيبقى فيه انشغالات، واللي عنده شغل ودايما بيبقى الوقت بيبقى صعب شويه، فبيبقى الدورات الرمضانيه دي بتبقى تسليه. ورياضه كره القدم دايما بتبقى معروفه بالدورات الرمضانيه، ودايما الاماكن الشعبيه بتبقى عامله زي نظام دورات رمضانيه، وبيجمعوا طبعا طبعا الاولاد، وجمعوا جميع الفئات العمريه. دي حاجه بتبقى مشجعه ومسليه جدا قوي في الشهر الفتره اللي هي ما بعد بقى الفطار او حتى بساعتين كده ولا حاجه لحد وقت السحور بتبقى فتره جميله جدا. هو اوريدي بقى اخذ الطاقه بتاعته من الفطار ومحتاج ان هو يهضم بقى الاكل ده او الوجبه دي، وبالتالي عنده عدد ساعات كبير جدا في انتظار بقى الوجبه دي السحور، يعني ممكن يمارس بقى رياضه. ده صح؟ والله بصي، حته ممارسه الرياضه في اثناء الصيام في جزئين. في ناس بتحب تمارس الرياضه قبل الفطار بساعتين، وفي ناس بتمارس الرياضه بعد الفطار بساعتين او ب3 ساعات، يكون هو كل وهضم والموضوع بالنسبه له حسب ما انت بتعود جسمك يا كابتن، صح؟ والله حسب تعود الجسم، بس في برضه ناس بتبقى عندها شغل، بيبقى في ارهاق بالنسبه لهم، صح. فما بيبقاش في وقت كافي اللي انا اقدر. الجو بيبقى حر مثلا، ممكن ساعات الصيام طويله، يعني دي عوامل كتيره ممكن تخلي طبعا الناس. وفي برضه دي عوامل كتيره طبعا ما بتقدرش نقدر احنا نساعد اللي احنا نقدر ندي لجسمنا جهد كافي. طبعا الرياضه لازم نبقى عارفين اللي بتبقى محتاجه برضه راحه جسمانيه، صح، شرب ميه مثلا. طبعا فبالتالي هو بيبقى صايم. طبعا لو في حد ما عندوش شغل في اثناء الصيام، ممكن يقدر يمارس رياضه بشكل يومي في خلال الشهر من 15 دقيقه ل 20 ثانيه قبل الفطار. طبعا دي حاجه هتبقى كويسه جدا، هتساعده حتى كمان لافقاد الوزن بسرعه. يعني احنا بنتكلم في 30 يوم نقدر ان احنا نعمل برنامج غذائي كويس جدا قوي لينا، نفقد الوزن في خلال الشهر دوت. لكن بعد الفطار في ناس كتيره طبعا بتكون كلت وعاوزه محتاجه اللي هي برضو تنشط الدوره الدمويه عندها، فبالتالي بيبقى محتاج حته الرياضه ديت. لكن ما ينفعش اللي احنا نمارس رياضه بعد الاكل مباشره، لازم على الاقل ساعتين او 3 ساعات ونبتدي نمارس رياضه.
الدورات الرمضانية لكرة القدم اللي احنا بنتكلم عنها بيبقى ليها طرق معينة عشان الاشتراك فيها أو للمنافسة فيها، يعني بيبقى ليها تنظيم معين بيبدأ ما قبل رمضان، صح؟ اه طبعا طبعا، هو طبعا بيبقى في دورات رمضانيه في جميع الانديه وجميع المراكز الشباب والساحات الرياضيه الشعبيه. طبعا اكيد بيبقى ليها اسس وقوانين طبعا. بيختاروا مثلا عدد الفرق، مثلا حوالي 7 أو 8 في الملعب. بيكون في 3 احتياطي. طبعا بيكون ليها لوائح، زي مثلا موضوع القوانين كرة القدم. بنمارس طبعا بشكل مهذب، مفيش عنف، مفيش مثلا نعترض على الحكام. بيكون طبعا هي ليها المتعة. أيوة. فاحنا مش عاوزين نكون داخلين طبعا نلعب رياضة ويكون في عنف والكلام دوت. فأكيد لازم يبقى في لوائح وقوانين في اللعبة. جميل. إذن يعني أنت بتشجع الصغار، احنا عايزين برضو نتكلم هنا أو ندي النهاردة اهتمام كبير جدا للصغيرين ونعرفهم إنه في فترة رمضان في حاجة اسمها ممارسة الرياضة. دول برضو ممكن نبدأ معاهم، ممكن ندخلهم في دورات رمضانية، ممكن نشجعهم في الشهر ده على ممارسة الرياضة. والله أكيد طبعا في كل الأماكن الرياضية بيبقوا عاملين أنشطة رياضية للأولاد. طبعا الشهر ده بيبقى طبعا الأولاد طول الوقت قاعدين بالنهار في البيت، فأكيد بيبقى ليهم طاقة محتاجين يطلعوا الطاقة دي. فأكيد بيبقى في أنشطة رياضية بجميع الأنشطة الرياضية، سواء كرة قدم، كاراتيه، ألعاب فنون قتالية، الكلام دوت كله بيكون موجود في جميع الأندية والمراكز الشباب. بتفرق معاهم جدا طبعا، خاصة الأولاد. الفترة اللي فاتت احنا شايفين كمية رهيبة من الأولاد الصغيرين ابتدى أوزانهم تزيد. فيعني أنا بالنسبة لي الشهر دوت هيستفادوا جدا قوي لو لعبوا رياضة ومارسوا أنشطة رياضية. جميل. في مواصفات للاعب اللي بينضم للفرق دي في شهر رمضان او بينضم للدورات الرمضانيه ولا لا؟ وزي ما حضرتك قلت يعني بنختار ناس او افراد او اشخاص هم اوريدي مش بيلعبوا مثلا في الفرق المعروفه علشان نتيح اكتر يعني وجوه جديده زي ما بنقول. والله بص، بيبقى في كشافين زمان كانوا بينزلوا كده في الدورات الرمضانيه يكتشفوا لعيبه، والموضوع ده موجود لحد دلوقتي. لكن الشروط الدوره الرمضانيه ما اعتقدش ممكن يكون في شروط في الانديه او في مراكز الشباب، لكن في الساحات الشعبيه الموضوع ما بيبقاش عليه سبوت جامد قوي. لكن بيبقى فيه اكيد طبعا في الانديه وفي مراكز الشباب بيبقى فيه مواصفات خاصه طبعا. بيبتدوا يعملوا زي نظام شهاده صحيه لجميع المشاركين في البطولات الدوره الرمضانيه. لكن ما اعتقدش اللي بيبقى في الساحات الشعبيه بيكون في موضوع المعايير واللي انا اختار لعيب كوره والكلام ده. ما يعني بتبقاش حسب موجودة. الاعداد اللي بتنضم نفسها. يعني بنحاول ان احنا نخلي الكل يشترك، اللي ما اشتركش السنه اللي فاتت يشترك السنه دي. يعني الهدف زي ما حضرتك قلت هي ان نجمع يعني مجموعات او ان احنا نعمل ملتقى لمجموعات في الشهر ده ونشجعهم يعني. والله ده اكيد ده هو ده اللي بالفعل بيحصل. حته التجمع الاسري دي بتبقى حاجه جميله جدا قوي في الشهر المبارك اللي احنا بنبقى فيه. لكن خلينا نقول برضو اللي بيطلع برضو نجوم وبيطلع من الدورات الرمضانيه لعيبه بتفيد الانديه ومنتخب مصر. يعني احنا نعرف لعيبه كبيره قوي في احد الانديه وصلت للانديه من خلال الدورات الرمضانيه. يعني كانت البدايه زي ما حضرتك قلت، يعني الدورات الرمضانيه فاكتشفت من خلالها وفضلت تتصاعد لحد ما وصلت لمستوى اكبر واعلى يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا. وبرضه في دورات شركات وفي دورات بتبقى دايما تبع دورات رمضانيه يعني دوليه. هي مش منافسه بس، لكن بيتم فرز فيها الوجوه دي، او ممكن في النهايه زي ما حضرتك قلت بعد تقييم الفرق، بعد ما الفرق مثلا بتكسب ممكن نقول مثلا عندنا 1 أو 2 أو 3 دول عليهم العين، ممكن بعد كده يتصعدوا. هو اكيد طبعا دي حاجه بتبقى جميله جدا. زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي بيبقى في كشافين بيبقوا متواجدين في الانديه وفي مراكز الشباب. مستمرين الكلام. اكيد طبعا اكيد دول وكلاء لعيبه وبيبقوا عاوزين يشوفوا بقى لعيبه جديده وجوه جديده يقدروا ينضموا للانديه. جميل. يبقى اذا قلنا الفتره دي فتره جميله جدا لان فيها يعني جزء من يعني روحانيات احنا بنعيشها في شهر رمضان ده للبدن وللنفس وللروح، والجزء الثاني بقى بيكون خاص بالرياضه ان احنا بنتريض في الشهر ده. عكس الفكره بقى، انا عايزاك تصحح لنا الفكره في ان الناس تقول لك بقى ايه، لا بناكل ونكسل او احنا صايمين فمش هنلعب رياضه. احنا بقى عايزين نتكلم عن الرياضه فين بقى خلال يومك، خلال ال 30 يوم اديها قدر قد ايه، اهتم بيها ازاي؟
والله في البدايه بصي يعني احنا الموضوع الرياضه ده لازم يعني سواء رمضان او غير رمضان لازم يكون في ممارسه رياضه في حياتنا عامه، بتفيدنا جدا، بتفيد صحتنا. احنا الموضوع مش مستاهل غير كل يوم نص ساعه نقدر ان احنا نمارس رياضه سواء في رمضان او غير رمضان. لكن نيجي نمسك الشق بتاع رمضان، طبعا احنا قدامنا فرصه كبيره جدا للناس اللي عندها فات كتير. لازم ابتدي اعمل برنامج غذائي لنفسي، ومش برنامج غذائي اي كوتش يعمله. يعني انا الفتره اللي فاتت دي بقيت اشوف مدربين مش بدرايه ولا بدراسه لموضوع البرنامج الغذائي، كله بيعمل برنامج غذائي عشوائي ونمشي عليه، وده بيبقى سبب رئيسي جدا لزياده الوزن. انا لازم بروح اعمل انبادي الاول، بعرف ايه نسبه الفات، ايه نسبه الميه عندي، بدون خبره وبدون علم وبدون معرفه جيده يعني. طبعا لكن لازم اعمل في البدايه برنامج انبادي بيتعمل، بعرف ايه نسبه الفات ونسبه الميه اللي في جسمي، امشي برنامج غذائي مع طبيب مختص، بحيث ان انا ابقى طالع في خلال شهر او 2 بنقص في الوزن في خلال شهر رمضان ده. كابتن، عايزه اتكلم عن شق مهم جدا وهو النفسي. في ناس كتير جدا او معظمنا بيبقى بيتعرض لضغوط كتيره جدا في يومياته في حياته، وبالتالي بيبعد تماما عن الرياضه ومش بيتخيل انها ممكن تكون في بعض الاحيان علاج. يعني الرياضه مش للتخسيس زي ما انت متخيل، لا بالعكس، انت ممكن لما تمارس الرياضه في ضغوط كتيره جدا، في مثلا زعل، في قلق، في اضطراب موجود في حياتك، ممكن بممارستك الرياضه تزيل جزء منه او تخفف جزء منه. فعايزين نتكلم عن أهمية فعلا الرياضة في فكرة كمان إزالة الضغوط، وإنها ممكن ترجع لك جزء من حياتك كده بشكل طبيعي يعني. عامة الرياضة علاج لأي ضغوطات. احنا في حياتنا بنمر بضغوطات كبيرة جدا، بيبقى الرياضة هي اللي بتخرجنا، الرياضة هي اللي بتخلينا لو عندنا ستريس، عندنا ضغوطات، أكيد الرياضة، ممارسة الرياضة شيء مهم جدا. لازم كلنا نبقى بعلم بحاجة زي كده. لو نيجي نشوف بره البلاد اللي بره الأوروبية، تلاقي ال حد عنده 60 و70 سنة وبيمارس دايما رياضة، وتلاقي صحته كويسة واكتف جدا. طبعا هو اي حاجة بتطلعنا من الحياة هي الرياضة. انا مش هاخد من وقتي غير نص ساعة يوميا زي ما قلت لحضرتك، هتقدر تطلعنا عن ضغوطات الحياة. يعني انا بناشد جميع اولياء الامور وجميع المشاهدين بممارسة الرياضة دي، هتبقى شيء كويس جدا اول صحتنا. حتى على الاقل موضوع الاكل بتاعنا هيبتدي ابقى ماشي بنظام غذائي كويس. لما بمارس رياضه غصب عني هلاقي نفسي بمشي على برنامج غذائي كويس، وهتفيدني وتفيد صحتي. وفي الاول وفي الاخر النشاط الرياضي ده كالمعتاد، كل الناس بتعمله كل يوم. انا مش هاخد من وقتي غير نص ساعه قبل الشغل او بعد ما اجي من شغلي، والرياضه ده شيء اساسي في حياتنا يعني. عايزين نقول اوجه الرياضه او شكل ممارسه الرياضه. في ناس بتتخيل ان اول ما نقول الكلمه دي معناها ان انا بقول لك روح للجيم، معناها ان انا بقول لك اتدرب على جهاز معين، معناها ان انا بقول لك عندك يعني تعدادات معينه او يعني عدادات معينه او حاجات معينه. لا، انت ممكن بالمشي البسيط، ممكن بالجري شويه، ان انت تمشي مثلا على النيل، ممكن لو عندك تراك مثلا جوه نادي، ممكن لو انت بتلف حوالين مثلا البيت. المهم ان انت فكره استنشاق الهواء وان انت تعمل ريليف لحياتك ودماغك وتفصل تماما، هو ده في حد ذاته بيعمل نوع من الرياضه. ترجع تاني بقى استعاده الطاقه الايجابيه اللي عندك. طبعًا. صح كده؟ طبعا. خلينا نقول اللي فيه حاجه، ازاي استثمر نفسي انا في الرياضه. يعني دايما لازم كل واحد يقول لنفسه كده، انا ايه الرياضه اللي انا بحبها. في ناس ما بتحبش الجيم، في ناس ما بتحبش الفتنس الجامد. لا، لازم اشوف ايه اللي انا حابه في اي نشاط رياضي ابتدي امارسه. دلوقتي احنا عندنا ملاعب متوفره كتيره جدا في جميع الانديه، في جميع المراكز. اقدر ان انا ادور على السباحه، على التنس الارضي، على كره القدم. دلوقتي بقى في حاجه اسمها فوت فيت، ابتدى الناس كلها حتى كبار السن يبتدوا ينزلوا فوت فيت. دي رياضه فتنس بكره القدم. طبعا كلنا بنحب لعبه كره القدم، انت عارفه لعبه كره القدم، بس مش بالاصول المعهوده او المعروفه. لا يعني اللي هو يا دوبك انا بنزل بنشط تيم فريق بيلعب مع بعضه بس بشكل مصغر شويه، بس بشكل مصغر. بس حاجه احنا طبعا كلنا بنحبها. كره القدم ما فيش حد ما بيحبهاش.
دي مالهاش سن، يعني ممكن تلاقي ناس كبيره شويه بتمارس دي، صح؟ موجوده، انا عندي في الاكاديميه بتاعتي موجوده اعملها. كره القدم بيبقى ليها سن معين وبعد كده ما ينفعش ان هو يلعب. والله يعني كره القدم احنا كلنا بنحبها، فحتى مهما نكبر ومهما نعدي السن، حتى لو صحتنا على قدنا بننزل وبنمارس وبنفرح. كفايه اللي احنا بننزل بنفضي طاقتنا، بنفضي ضغوطات الحياه ورا ظهرنا. فلازم ابحث على الرياضه اللي انا بحبها، ابتدي ادور على الرياضه اللي انا هكون مبسوط فيها واعملها. يعني انا عندي في البيت، ما انا ممكن سهل جدا ان انا اصحى الصبح قبل شغلي، ابتدي افوق نفسي، اجري على التراك، اجري لو عندي تريد ميل مثلا في البيت اجري عليه، ابتدي اشتغل شغل فيتنس، حاجات جنرال في البيت. كل ده هيساعدني في يومي. فلازم نختار الرياضه اللي احنا بنحبها عشان نقدر نمارسها. يعني الرياضة مش بس مهمة للجسم، كمان للعقل. دي أكيد أكيد طبعا. يعني هتعمل زي حضرتك قلت نوع من يعني إزالة الضغوط النفسية اللي أنت بتعاني، قلة كمان التفكير هتخليك أنت عندك تمرينات، أنت حابب تنزل تتمشى بشكل معين، حابب تلعب رياضة معينة، دماغك مشغولة بحاجات تانية خالص. أكيد أكيد طبعا. بص، الرياضة عامة قبل ما بنعمل أي حاجة في حياتنا لازم ناخد بريك. البريك لازم نبقى من جوانا من نفسينا كده، انا النهارده البريك بتاعي هيبقى رياضه. سواء بجري على التراك، سواء بنزل مثلا الشارع اتمشى شويه، افصل سفر. شويه. البريك بتاعك بقى انت بتحدده زي ما انت عايز. طبعا، بس اهم حاجه يبقى في دماغي انا النهارده لازم امارس رياضه، لازم النص ساعه او الساعه اللي انا عاوز امارسها امارسها بشكل رياضي، مش امارسها بشكل اللي انا هنزل امشي بعربيتي اتمشى شويه الكلام ده، لا طبعا. وسهل جدا اللي احنا في المنزل زي ما قلت لحضرتك اللي انا اقدر امارس رياضه تفيدني وتفصلني عن الضغوطات اللي انا فيها. هل فعلا فكره يعني تقليل الرياضه او البعد عن الرياضه ممكن يرجع جسمك؟ يعني لو انت خسيت شويه مثلا، او بقى شكلك او ادائك او جسمك اتصلح بشكل ما، لو انت توقفت عنها او قللت المجهود او التمرينات اللي انت بتعملها، ممكن الامور ترجع لما كانت عليه؟ والله بص، الرياضه طالما انا استمريت في الرياضه اكيد هستمر في برنامج غذائي، فاكيد اوريدي اول ما هقعد اكيد هزيد. ضروري فكره ان انت تمشي الاثنين مع بعض، صح؟ ما فيش يعني، دايما في ناس بتيجي تكلمني تقول لي يا كابتن طب انا بلعب رياضه بس باكل، وناس العكس، يا كابتن انا باكل وبلعب رياضه كويس جدا. لا، لازم امشي الاثنين مع بعض. قبل ما ببدا مع كوتش لازم بيبقى في برنامج غذائي بمشي عليه مع الرياضه بتاعتي، عشان يعني في نقص في الوزن، اكيد في نقص في الوزن، لكن انا اكلي مش منتظم، فبالطبع لا اما هزيد مع الرياضه لا اما هخس، بس هيبقى في نقص عضلي عندي موجود. بتفضل التحكم في نوع الغذاء اللي احنا بناكله، ولا ناكل حاجات تكون مفيده؟ يعني تقول لهم انا عايز مثلا تاكلوا كذا مفيد للجسم، ده بالنسبه مثلا للرياضه، بالنسبه للمشي، بالنسبه لممارسه الرياضه، ده مهم. يعني في حاجات معينه كده انا عايزها في الساعه او الساعتين او الثلاث ساعات اللي قبل او بعد الرياضه. فهل انت بتفضل نحط نظام معين ويبقى هي، انا بقول النوعيه دي من الاكل انا معتاد عليه، انا بقالي اسبوع عليه، انا بقالي شهر عليها، ولا بشكل عام تاكل لكن حاجات معينه مفيده لجسمك؟ عشان كده كنت في بدايه كلامي بقول لحضرتك انا ما ينفعش امشي برنامج غذائي عشوائي، لازم يكون تحت اشراف طبيب متخصص في التغذيه، هو اللي هيقدر يفيدني اللي انا اكون ماشي على برنامج غذائي صحي وما ازهقش منه. بمعنى اللي انا النهارده فطاري مثلا كلت جبنه قريش، كلت بيض، كلت شوفان باللبن، خدت تفاح، موز، الكلام دوت، تاني يوم اكيد بيكون في برنامج غذائي مختلف عن البرنامج اللي انا قمت بيه او كلت قبليه بيوم. فكل يوم بيبقى فيه برنامج غذائي اكيد مختلف، لكن احنا بنقلل العيش، بنقلل السكريات. دايما انا بقول اي حاجه بيضه سموم بالنسبه لاي رياضي او بالنسبه لاي جسم. برنامج الغذائي اللي الدكتور بيعمله لك اكيد انت من جواكي بتبقي برضو حاسه ان انت هتمشي على روتين يومي كل يوم، فاكيد هيبقى فيه زهق. لا طبعا لو على البرنامج الغذائي تحت اشراف دكتور تخصص تغذيه اكيد هيكون هو عامل حساب نقطه زي دي كويس قوي. معاك النهارده بنوضح وبنفسر بعض المفاهيم وبعض المصطلحات اللي بنقابلها في حياتنا اليوميه، ومحتاجين حد خبير او متخصص يرشدنا اليها. الحرق ده شيء مهم جدا. في ناس عندها فكره انا مارست رياضه بس وزني ما قلش، او انا مارست رياضه بس ستيل لحد دلوقتي وزني كما هو. فالحرق
ده بقى اللي احنا عايزين بقى نتكلم عنه، ان احنا مستوياتنا كلنا في اختلافات بشريه بينا، وبالتالي مش كل واحد مارس بشكل معين وفي واحد توقف وهكذا. فالقصه دي بقى يعني انت بقى يعني فهمها لنا. بص، احنا عندنا في مصر المفهوم الرياضه بيتفهم غلط للي مش ممارسين. كله بيجي بينزل وبيجري على التريد ميل في البيت، فبالنسبه له هي دي الرياضه. احنا لازم نمشي على برنامج رياضي مع كوتش متخصص فتنس. اعرف النهارده يبقى في عندي كروس فيت، عندي النهارده في شغل جيم، العب على الاجهزه جنرال، في شغل طبعا دلوقتي كلاسات الزومبا والدانس اللي بيحصل في الجيمات والايروبكس. الكلام ده كويس جدا قوي، بيحرق طبعا. لكن انا ما ينفعش اكون برضو بلعب بس رياضه. معظم الفصول دي بتبقى خاصه بالبنات شويه يعني، صح؟ محتاجه سيدات ولا دي برضو لا، مين قال كده؟ لا ده دلوقتي بقى في جميع الجيمات الكلاسات ديت بتبقى موجوده للسيدات وللرجاله على حد سواء يعني. موجود. طبعا الكلاسات دي موجوده دايما بقى لها فتره كبيره جدا. لكن فدي احنا انواع مختلفه من الرياضه وجميله وفيها فن وفيها موسيقى وفيها ميوزك. مش لازم انت تتقيد بالرياضه اللي فيها اجهزه وعنف بقى وعداد بيعد عليك او ساعات بتتعدى عليك، صح؟ تمام. انا ممكن العب رياضه باقل التكلفه، ممكن امارس رياضه باقل التكلفه. في جهاز اسمه ترومبلين اللي هو زي النطاط دوت، ده بيتلعب عليه دلوقتي زي نظام فتنس وحاجات كروس فيت فيه. ده بيحرق جدا قوي، بيقلل من نسبه الدهون كويس جدا في ايام، يعني ممكن في شهر ونص تلاقي نفسك نزلت بال2 كيلو بال3 كيلو. لكن احنا لازم نخصص مدرب. انا ما ينفعش ان انا اكون اوفر ويت قوي وابقى بعد شهرين 3 اقول انا ما نزلتش غير كيلو او ما نزلتش غير 2 كيلو او زي ما انا. لازم يكون في كوتش متخصص للموضوع دوت. لا اما حتى على الاقل يوميا امارس نص ساعه مشي، حتى لو في الشارع، حتى لو انا ما عنديش الامكانيه ان انا اروح نادي. فضروري جدا ان انا اكون مواظب على تمريناتي يوميا مع البرنامج الغذائي. دايما في نقطه من اول السطر كده لازم برنامج غذائي مع التمرين الرياضه. بس كابتن دلوقتي الوعي عند الشعب المصري بقاله الحقيقه سنوات كتير جدا ارتفع في فكره الاهتمام بالرياضه عند اطفالنا واولادنا. يعني بقى دلوقتي معظم الاسر تبدا الطفل من هو صغير او بناتهم او ولادهم يبداوا على طول يشوفوا لعبه معينه فرديه جماعيه يمشوا فيها ويكملوا فيها. ده شيء كويس، يعني تلاقي حتى الاب والام نفسهم ما كانش بيمارس رياضه ولا له علاقه اساسا بالرياضه، بس هو حابب دلوقتي انه طالما ان انا مشترك في نادي، طالما ان انا ابني ممكن اغرس فيه العاده دي او الممارسه دي من وهو صغير، علشان يعني يشوفوا ممكن بعد كده بطل، ممكن يشترك في بطولات. يعني بقى الوعي ده زاد عندنا شويه. دايما اولياء الامور بتفكر كان زمان بالدراسه، طبعا الدراسه لا غنى عنها طبعا، لكن دلوقتي اصبحت الرياضه استثمار. انا كولي امر ببقى محتاج ان انا استثمر ابني. لازم ابحث عن الرياضه اللي هيكون ابني فيها بطل زي ما حضرتك لسه قايله. انا كوليه امر او ولي امر ببقى محتاج ابني يمارس رياضه واستثمر ابني في الرياضه دي. يعني ما بقاش النجاح في المدرسه بس او في التحصيل الدراسي هو ده اللي يعني عايزين نقول ايه، اكتر حاجه الاب والام بيلحوا فيها. لكن دلوقتي بقى ممكن في الفن عايز ان هو يشوفه زي ما حضرتك قلت في الرياضه بقى في اوجه ثانيه وفي اهتمامات ثانيه. اكيد طبعا. بص، كل طفل مننا او كل حد مننا عنده موهبه. انا كولي امر لازم ابحث عن الموهبه بتاعت ابني دي، استثمر ابني فيها. طبعا حته الرياضه طبعا بتساند جدا قوي في الدراسه. انا ابني بيحب لعبه كره القدم، اليوم اللي ما بيروحش مثلا فيه التمرين بيتضايق وبيزعل، انا ممكن اعاقبه بحته الرياضه دي. عقاب اللي انا اشوفك ذاكرت متفوق دراسيا ابتدي انزلك اللعبه اللي انت بتحبها. من جميع النواحي طبعا بتقدر اللي انت تشوف ابنك هو ناجح في ايه والحاجه اللي هو حاببها. الاستثمار في الرياضه دلوقتي اصبح بقى بيزنس، سواء لعبت كره القدم او السباحه او الباسكت او الهاند بول. كل الالعاب دي دلوقتي بقت فيها فلوس وفيها استثمار وفيها عائد كويس جدا. انا لما الاقي ابني لاعب كوره او لاعب باسكت او لاعب ايا كان من الانديه من الالعاب الاخرى في انديه كبيره، طبعا حاجه دي زي دي حاجه كبيره جدا هتضيف لابني حاجات كتيره قوي. فدلوقتي كل اولياء الامور اصبحت بيستثمروا اولادهم رياضيا بشكل كويس. طبعا. بتفضل انه الطفل يمارس لعبه واحده يتعلمها ويتقنها ويبقى شاطر فيها، ولا مفيش مشكله لو هو اكتر يعني ربنا اداله موهبه كويسه ملكه كويسه ممكن يتعلم اكتر من رياضه حتى لو اخذت من وقته او جت على حساب حاجات ثانيه؟
والله بص، حته الرياضه انا بشوف الرياضه اللي هكون متفوق فيها وهمارسها. في بدايه كلامي برضو كنت بقول لك الموضوع الرياضه دي هتفيد وهيبقى استثمار لابني انا في المستقبل. فموضوع الرياضه طبعا لا غنى عنه مع الاطفال. حته اللي انا اشوف هو متفوق في اني لعبه واستثمره فيها، دي طبعا هتخليه هو ناجح في حياته دايما على طول. مستقبليا هيبقى بطل في احد الانديه، ممكن يحترف، ممكن يوصل للعالميه. احنا ادينا شفنا محمد صلاح كان بادئ من مركز شباب، دلوقتي ربنا كرمه في احد الانديه العالميه. فكل ولي امر مننا بيبقى حابب اللي ابنه يبقى لما نشوف الموهبه نفضل وراها لحد ما ننميها اكتر لازم واكتر. لازم. لكن انا دلوقتي اختار ازاي اللعبه اللي ابني يكون متفوق فيها. الاطفال في السن ده دايما بيدوروا على جميع الالعاب. يعني ممكن ادور انا النهارده ماما انا عاوز العب سباحه، تلاقي الولد لعب شهر 2 وزهق. ماما عاوز العب مثلا هاند بول، ماما انا عاوز، وبيلفوا يلفوا دايما بيحبوا الالعاب طبعا الجماعيه. عشان ما حدش يزعل مني من المدربين. يعني اللعبه الجماعيه دايما يعني ليها تفضيلها شويه طبعا. بالذات لعبه كره القدم، وفي طبعا الباسكت والهاند بول. اللعب الجماعيه دايما الاولاد بتلجأ ليها. وطبعا اللعبه الشعبيه الاولى كره القدم. فلازم اشوف ابني والهاندبول طبعا اي لعبه جماعيه طبعا كويسه جدا. ليه؟ انا بيجي لي الفتره اللي فاتت دي اولاد عندهم توحد كتير. بيبقى اولياء امورهم تجاهلوا حته الرياضه. ما كانش فيه اهتمام رياضي من اولياء الامور، فاصبحوا الاولاد عندهم توحد. طبعا انت عارفه موضوع الموبايل 24 ساعه الولد ماسكه. صح، انعزال وتوحد، فجت من هنا المشكله النفسيه دي، ونعيش بقى معاها ونحاول نعالجها وندفع وبنعالجها فلوس بالرياضه كتير وتكاليف كتير جدا. فزي ما حضرتك قلت الرياضه في بعض الاحيان ممكن تغنينا عن كل القصه دي. طبعا. كابتن سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ونورتنا النهارده، كل سنه وانت طيب. انا اسعد بحضرتك، وحابب اقول في الشهر رمضان الكريم اللي الرياضه بتعزز عمليه التمثيل الغذائي، بترفع معدل الحرق، بتساعد في نزول الفات، وبتزود الكتله العضليه على المستوى السكر والدم، بتحسن معدل الكوليسترول، بتقوي جهاز المناعه، بتساعد الجسم على التخلص من السموم. وحابب اشكركم، وكل سنه وحضرتك طيبه وجميع مشاهدينا طيبين. وحضرتك بخير. معلومات جميله جدا ونصائح وتفاصيل كده سريعه عن اهميه الرياضه وازاي فعلا ليها علاقه بحياتنا وبالنظام الغذائي وممارستها شيء مهم. اشكرك مره ثانيه. شكرا وانا سعيد بوجودي ليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. هنروح لفاصل مشاهدينا الاعزاء، وهنرجع مره ثانيه متواصلين معاكم برنامج حياتنا، وهكون معانا فقره عن روحانيات رمضان، وهنتكلم فيها عن الجانب النفسي، الجانب الروحي، ازاي ممكن نستعيده ونأهله بشكل جيد. خليكم معانا بعد الفاصل.